الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نشوف احنا هنعمل التومية النهاردة مع بعض ازاي. نفس اسرار المطاعم السوري. يلا معنا. هنا معانا كوباية مية، معانا 6 فصوص توم، 3 معالق نشا، وهنبدأ قبل ما نولع البوتاجاز. هنا وكان كمد معانا شويه، لازم ايدك فيه عشان ما يكلكعش منك. كان بعد ما بقى لونه غامق بدأ هيفتح اهو معانا، لونه اتغير معانا، بس ايدك فيه على طول. في الوقت ده كان لونه بقى عامل زي الشفاف، بدل ما كان ابيض زي اللبن الحليب كده. والتوم هنا كان معانا استوى برضو كهوت من السخونيه بتاعتها، والميه على ما كانت استوت كان التوم معانا استوى اهو. وهنطفي عليه بقى ونسيبه لما يبرد دقيقتين، وهنقوم عاملينه في الخلاط مع بعض برضو. هنا اهو كده بعد ما كان برد معانا بقى هنحطه في الخلاط. هنا احنا كنا حطيناه في الخلاط معلقه ملح صغيره، معلقه سكر، وهنا نحط لها كوبايه زبادي كبيره او 2 صغيرين. هنا نحط لها معلقه خل و3/4 زيت، 3/4 كوبايه من الزيت. ودي كده بعد ما احنا عملناها في الخلاط اهي. ولا اسهل ولا اسرع من كده. كانت لسه سخنه كمان، يعني ما هي سخنه ولا حاجه، هي دافيه خفيف خالص، وما تتقل معانا برضو هتبقى جميله. وما تنسوناش في اللايك والشير، ان كانت عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه.